أصنف الموقف الآن بالنسبة لأسامة حسني والكابتن أسامة والكابتن أحمد حسن اللي عايز أتكلم عليه بعد إذنك. استحملني في الكابتن أحمد حسن. لاعب من طراز فريد لا يتكرر كثيرا. دخل إلى النادي الأهلي تشعر كأنه أمضى عمره في النادي الأهلي. أحدث فارقا واستطاع أن يكون صاحب بصمة. الإصابة اللعينة في توقيت حرج جدا في مشواره الشخصي كلاعب دولي. كان المفروض دلوقتي حطم جميع الأرقام القياسية في المشاركات الدولية على مستوى العالم لولا هذه الإصابة التي أبعدته كثيرا، وجعلت أيضا ابتعاده عن النادي الأهلي مسألة يعني عندما عاد هو طبعا سماته الشخصية عجلت بعودته وعاد متألقا، ولكن سنة الحياة وزي ما قلت هناك الكثير من الأمور تجبرك على اتخاذ قرار شديد الصعوبة على نفسك وعلى نفس المحيطين بك. ولكن أنا أزعم وأنا كان لي حديث معاه قريب جدا يعني أن علاقته بالنادي الأهلي أبدا لن تنفصل. علاقته بجماهير النادي الأهلي لن تنفصل. لن يشعر ولم يشعر بالإحباط أو أنه يعني عنده غصة. ليه؟ لأن النادي الأهلي يكن له كل التقدير والامتنان، وامتداد تاريخه مع النادي الأهلي سيتواصل بإذن الله كما أتصور. لم يكن اليوم فربما يكون غدا. وأعتقد أن احنا كل اللي نقدر نقوله دلوقتي نتمنى للكابتن أحمد حسن أن يحقق المزيد من أهدافه التي لا تتوقف ولا سقف لطموح هذا الرجل وهذا اللاعب الفذ، وأنه حقق هذه الأهداف، وبعد ما هيحققها هيكون لمستقبله مع النادي الأهلي كلام آخر.